كابتن محسن، ألا تتفق مع القول الذي يقول بأن الإمارات بعد أن صعدت وبلغت مونديال إيطاليا 90 وبعد الفوز بثاني آسيا عام 96، ماذا يحدث في منتخب الإمارات ونحن غيورين حقيقة كجماهير محبين للكرة الإماراتية؟ شوف، جيل عن جيل لابد أن يكون هناك في فرق كبير جدا، ولكن الاهتمام من بعد كأس العالم ما استغليت فسخة كأس العالم، صعودك لكأس العالم لاجل ان انت تبني عليه في دوريك، هذا صعب جدا. واعتزال النجوم بطريقه سريعه، وكان انه بامكانهم هم يكونوا يكملون لاجل ان جيل عن جيل. والاهتمام بالقاعده مهم جدا، انك تهتم بالقاعده لاجل انك انت تواكب تغذي للفريق الاول، قلت عندنا جوده الاهتمام في القاعده بشكل كبير جدا. نعم. لاجل انك انت هم الاساس. نعم. محسن، ايضا انا عندي والله يبادرني لذهني سؤال مهم جدا. من الممكن ان نشاهد الامارات في كاس العالم، خصوصا في ظل وجود 8 منتخبات مباشره من اسيا الى كاس العالم. وضع الاهداف بالنسبه لاتحاد كره القدم، اذا هدفك انت وصول لكاس العالم فالفرصه متاحه من الاتحاد الاسيوي. صحيح. اليوم 8 فرق. صحيح. 8 فرق مستحيل انت صنف 5 العب على 3 ايضا. ممتاز. عمان كيف تراها؟ من ضمن ايضا المرشحين امانه على المستويات اللي قدموها، خلي الحظوظ واللي صارت او ان بعض المباريات المدربين ما تعاملوا فيها، لكن عمان من المنتخبات اللي دائما تكون صعبه ورقم صعب في التصفيات او في اي بطوله.